السلام عليكم ورحمة الله، طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم في قناة وز نسمة. النهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض حل تدريبات قصة كفاح شعب مصر من كتاب الأضواء للصف الثاني الإعدادي ترم تاني 2023. حلينا مع بعض الفصول اللي قبل كده، والنهاردة إن شاء الله نحل مع بعض الفصل 11 بعنوان شعب مصر والعدوان الثلاثي. اللي فايته أي حاجة يكتب لي في الكومنتات وهحط له لينك الفصل اللي فايته، وإن شاء الله تستفيدوا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وإن شاء الله قريب هينزل على القناة مراجعة علوم ودراسات مهمة جدا جدا، وامتحانات السنين اللي فاتت وامتحانات متوقعة، فما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ أول حاجة. بيقول لي تخير الصواب لما يلي مما بين القوسين. ألف، قائل عبارة سأضرب مصر بلا هوادة أو شفقة حتى تقع ذليلة هو كليبر ولا كرومر ولا كيتلي ولا نابليون؟ طبعا هو كيتلي. تمام. به بيقول لي خرج في زورق وأمام بحيرة البرولوس سدد نحو طرادة فرنسية توربيدا. هل حسن طوبار ولا جلال الدسوقي ولا جواد حسني ولا أحمد عرابي؟ طبعا هو جلال الدسوقي. تمام. جيم بيقول لي الذي أمر الجنود بعدم قراءة منشورات العدو هو جواد حسني ولا الشاويش محمد ولا جلال الدسوقي؟ طبعا هو الشاويش محمد، حتى لا يضعف من عزيمتهم، طبعا لأن المنشورات دي كانت المنشورات كانوا عايزين المصريين يستسلموا، فالشاويش محمد طبعا ما كانش عايز يضعف من عزيمة الجنود، فأمرهم بعدم قراءة المنشورات دي. تمام. بعد كده دال بيقول لي الذي أغرق طرادة العدو هو أحمد الأبنودي ولا علي صالح ولا جواد حسني ولا الشاويش محمد؟ طبعا هو علي صالح. تمام كده. بعد كده معانا نوع تاني من الأسئلة. بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير الصحيحة. قدر المستعمرون للغزو 6 أيام يستولون فيها على القناة. طبعا صح. به بيقول لي خسر الشاويش محمد معركته في القصيمة. طبعا غلط، هو فاز وأمر بترقيته. تمام. جيم عمد العدو إلى رفع الراية البيضاء فوق مكتب البرق في بورسعيد. طبعا صح، كانت خديعة. دال بيقول لي الشاويش محمد كان وسط الجنود أثناء هجوم العدوان الثلاثي على مصر. طبعا غلط، لأنه كان في أجازة. تمام. رقم 3 بيقول لي من يكون دمر طرادة فرنسية ضخمة في بحيرة البرولوس؟ طبعا هو جلال الدسوقي. ب، بطل مصري سجنه الفرنسيون في معسكر الأسر ببور فؤاد. طبعا هو البطل جواد حسني. جيم بيقول لي استخدم مدفعه البنانسيت في تدمير قاذفة قنابل لليهود. طبعا هو الجندي صالح. تمام كده. 4 بيقول لي أكمل العبارات الآتية. ألف، سجن جواد حسني في معسكر، طبعا في معسكر الأسر ببور فؤاد، لسه قايلينها في من يكون بطل مصري سجنه الفرنسيون في معسكر الأسر ببور فؤاد، قلنا جواد حسني. تمام. ب بيقول لي أطلق على فتيات مكتب البرق ببورسعيد لقب، طبعا لقب إيه؟ الفدائيات الأربع. جيم بيقول لي كتب البطل نقط قصته على جدار الزنزانة. طبعا كتب البطل جواد حسني. دال بيقول لي دمر البطل نقط طرادة فرنسية أمام بحيرة البرولوس. طبعا هو جلال الدسوقي، ولسه قايلينها برضو في من يكون. تمام كده. بيقول لي الدول التي غزت مصر في العدوان الثلاثي عام 1956. طبعا هقول هي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. واو بيقول لي أطلق العدوان الثلاثي على نفسه لقب، طبعا لقب الشياطين الحمر. وبكده نكون خلصنا أكمل، ودلوقتي هندخل مع بعض على الأسئلة المقالية. 5 بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية. وضح دور جلال الدسوقي وعلي صالح في صد العدوان الثلاثي على مصر. هقول كده جلال الدسوقي خرق بزورقه يتبعه زورقان آخران حتى وصل إلى بحيرة البرولوس، واختار طرادة فرنسية ضخمة سدد إليها توربيدة فاشتعلت فيها النيران وغاصت في البحر. ده بالنسبة لجلال الدسوقي. أما بالنسبة لعلي صالح وجه توربيدا إلى مدمرة فرنسية أخرى فاشتعلت فيها النيران أيضا وغاصت في البحر. ب، وضح دور الطالب جواد حسني في صد العدوان الثلاثي على مصر. دور الطالب جواد حسني موجود عندنا في صفحة 325. هقول كده دوره أنه تطوع للدفاع عن وطنه وتسلل إلى كتيبة فرنسية وأطلق عليها النار بقوة،
فذعر العدو وظنوا أنهم أمام فرقة كاملة من الفدائيين، فأخذوا يطلقون النار بشدة حتى أغمي عليه نتيجة للنزف الشديد، ولكنهم فوجئوا أنهم أمام فرد واحد فحملوه إلى معسكر الأسر في بور فؤاد. وطبعا قصته وصلت إلينا لأنه كتبها بدمائه على حائط السجن. تمام. وده بطل من اللي تصدوا للعدوان الثلاثي على مصر. جيم بيقول لي ما وسائل التعذيب التي تعرض لها جواد حسني؟ استخدموا معه أبشع وسائل التعذيب مثل الحرق بأحقاب السجائر والوغز والربط بالحبال والكي بالنار ليبوح بأسرار بلاده وزملائه، ولكنه لم يستجب لهم فقتلوه في النهاية. تمام. استخدموا معه أبشع وسائل التعذيب ليبوح بأسرار بلاده وزملائه، ولكنه لم يستجب لهم فقتلوه في النهاية. تمام. ونذكر له بقى أساليب التعذيب أو وسائل التعذيب. ده بيقول لي ما الدول التي غزت مصر عام 1956؟ طبعا قلنا هي إسرائيل وفرنسا وبريطانيا، لسه قايلينها في أكمل رقم ه. بيقول لي لماذا اجتمع الساسة في أوروبا بعد تأميم قناة السويس؟ اجتمعوا للتآمر على مصر لإعادة القناة إلى حظيرتهم مرة أخرى، وحاولوا إثارة العالم ضد مصر بكل الطرق، ولكن حجة مصر كانت الأقوى. يعني هم اجتمعوا عشان كانوا عايزين يرجعوا قناة السويس إلى حظيرتهم مرة أخرى، حاولوا إثارة العالم ضد مصر بكل الطرق، ولكن حجة مصر كانت كانت الأقوى. تمام. بكل الطرق الملتوية، ولكن حجة مصر كانت الأقوى. تمام. واو. وضح دور الشاويش محمد في صد العدوان الثلاثي على مصر. دور الشاويش محمد موجود عندكم في صفحة 324 في الإجابات. طبعا الدور الذي قام به بين الجنود أنه أمر جنوده بعدم قراءة المنشورات التي تلقيها عليهم طائرات العدو تطالبهم فيها بالتسليم، طبعا حتى لا يضعف من عزيمته. ب كان يطوف بين جنوده ليبث فيهم من روحه وجراءته، وكان يساعدهم على اختيار الأماكن المناسبة ويشد على أيديهم ويقوي من عزائمهم. ج أمر جنوده بالثبات وعدم الحركة أمام مصفحات العدو حتى تمكن من إشعال النار في صيرتين منها، وده كان دور الشاويش محمد. تمام. وبعد كده طبعا تم تكريمه وتم ترقيته إلى رتبة ملازم سان. تمام كده. بعد كده بيقول لي وضح دور فتيات مكتب بورسعيد للبرق. هقول كده دور الفتيات رفضنا التسليم وأخذنا يتبادلن الضربات بمدافعهن الرشاشة ومعهن شباب المقاومة الشعبية. ده كان دور فتيات مكتب بورسعيد. تمام. اللي هم اطلق عليهم الفدائيات الأربع. ما الدرس الذي لقنه جنودنا لجنود كتلي؟ ما الدرس الذي لقنه جنودنا لجنود كتلي؟ طبعا درس في قوة المصريين وعزيمتهم، فهي أثبت من الجبال وأصلب من الفلاوذ لإيمانهم بقضيتهم. تمام كده. بعد كده بيقول لي اذكر السر الذي سرى في دماء هؤلاء الأبطال السابقين وما أثره. هقول كده طبعا السر هو سر البقاء والخلود. أثر السر هذا السر ملأ نفوسهم شجاعة وقلوبهم إيمانا وصدورهم عزيمة وجعلهم ينتصرون على أعدائهم. تمام. ده كده السر الذي سرى في دماء هؤلاء الأبطال. وأثره قلنا هذا السر أثره أنه ملأ نفوسهم شجاعة وقلوبهم إيمانا وصدورهم عزيمة جعلهم ينتصرون على أعدائهم. بعد كده بيقول لي ماذا يحدث لو استطاع الإنجليز الاستيلاء على مكتب البرق ببورسعيد؟ طبعا هقول لقطعوا سبل الاتصال التي تربط بين القاهرة وبورسعيد. لقطعوا سبل الاتصال التي تربط بين القاهرة وبورسعيد. تمام. بعد كده في تدريب على الفصول، تدريب تراكمي على الفصول من الفصل السابع حتى الفصل 11. بيقول لي اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين.
1. نفي سعد زغلول في المرة الثانية إلى جزيرة مالطا، سيشل، شدوان ولا كريت؟ طبعا نفي سعد زغلول في المرة الثانية إلى جزيرة سيشل. تمام. 2. الحرية التي تحميها المزارع والمصانع حرية مصونة، كاذبة، خادعة، مؤقتة؟ طبعا حرية مصونة. ب. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير الصحيحة. تم بناء السد العالي قبل قيام ثورة يوليو؟ طبعا غلط. 2. الشاويش محمد نشأ وتربى في مدينة الإسكندرية؟ طبعا غلط لأنه كان صعيدي. تمام. بعد كده بيقول لي ج. أجب عما يأتي. علل هجوم إسرائيل على جزيرة شدوان. طبعا السؤال ده من الفصل الثاني عشر، بس برضو هنجاوبه. هنقول كده: أنه لا يوجد بها غير مجموعة صغيرة من الرجال، وبذلك تستطيع إسرائيل أن تحقق نصرا. لأنه لا يوجد بها غير مجموعة صغيرة من الرجال، وبذلك تستطيع إسرائيل أن تحقق نصرا. بس طبعا هو لسه هتاخدوا التفاصيل بتاعته في الفصل الثاني عشر. تمام. بيقول لي: كيف جمعت فتيات مكتب البرق ببورسعيد بين الشجاعة والذكاء؟ كده الشجاعة أن الفتيات أخذن يتبادلن بالمدافع الرشاشة، طبعا دي شجاعة. والذكاء عندما رفع العدو الراية البيضاء اللي هي الخديعة اللي احنا عارفينها، إحدى الفتيات أدركت حقيقة الأمر فنبهت زميلتها. تمام. فدي كانوا هم كده جمعوا بين الشجاعة إنهم قدروا يمسكوا المدافع الرشاشة، والذكاء لأنهم قدروا كمان يكشفوا الخديعة بتاعت العدو. تمام. وبكده نكون خلصنا حل تدريبات الفصل الحادي عشر بعنوان شعب مصر والعدوان الثلاثي على مصر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. واللي عنده اي سؤال يكتب لي في التعليقات، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي اللي هو الفصل الثاني عشر.